لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. في هذا الفيديو سنكشف لكم عن من هو الشيخ عبد الرحمن السديس ومن تكون زوجته السعودية المشهورة وكم عدد أبنائه منها. سنكشف لكم جميع المعلومات، ستندهشوا حقا من المعلومات التي سنعرضها لكم. والشيخ عبد الرحمن السديس هو من أشهر مرتلي القرآن الكريم في العالم العربي، لن تصدق من هي زوجة الشيخ عبد الرحمن السديس. عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد السديس، ويعرف بالسديس، وهو الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام خطيب بالحرم المكي الشريف. ولد في الباكرية بمنطقة القصيم عام 1379 هجريا، وهو من أشهر مرتلي القرآن الكريم في العالم، وتمكن من حفظ القرآن الكريم ولم يكن يبلغ من العمر 12 عاما. عرف عبد الرحمن السديس بالنبرة الخاصة في صوته والتي تخشع معه الأفدة وتجويد الممتاز للقرآن، وقد نال السديس جائزة الشخصية الإسلامية للسنة في الدورة التاسعة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. عام 1995 شغل السديس عدة مناصب أبرزها تعيينه إماما وخطيبا بالمسجد الحرام بأمر في 1404 هجريا، وكان أقدم إمام في الحرم المكي وأصغرهم سنا عند تعيينه، فقد كان عمره حينها 22 عام، وباشر عمله في شهر شعبان من العام نفسه يوم الأحد الموافق 22/8/1404 هجريا في صلاة العصر، وكانت أول خطبة له في رمضان من العام نفسه بتاريخ 15/9. ولد عبد الرحمن السديس لعائلة السديس من الأبي رباع من إحدى قبائل بني أسد بن ربيعة بن نزار، ونشأ السديس في الباكرية بمنطقة القصيم، ثم انتقل إلى مدينة الرياض وتم تعليمه الابتدائي في مدرسة المثنى بن حارثة الابتدائية، ثم درس المرحلة الثانوية في معهد الرياض العلمي، ونال منه شهادة عام 1979 بتقدير ممتاز. استطاع السديس حفظ القرآن الكريم في سن 12 حيث درس في جامعة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض، ويرجع الفضل في ذلك لوالديه الشيخ المقرئ محمد عبد الماجد، حتى حفظ القرآن الكريم على يد عدد من المدرسين في الجامعة، كان آخرهم الشيخ محمد علي حسان، وتخرج يتلو القرآن على رواية حفص عن عاصم الكوفي في المعهد بتقدير ممتاز، ومن ثم التحق بكلية الشرعية وتخرج فيها. وفي عام 1408 هجريا 1987 ميلاديا نال السديس درجة الماجستير في أصول الفقه بتقدير ممتاز من كلية الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم نال درجة الدكتوراه عام 1995 من كلية الشرعية. الاسم الكامل عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن محمد السديس. اسم الشهرة عبد الرحمن السديس. مكان الولادة الباكرية في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية. تاريخ الميلاد 10 فبراير 1960. الجنسية سعودي. التعليم جامعة أم القرى بمكة، كلية الشرعية. العمل إمام وخطيب مسجد في الحرم. حصل على جائزة دبي الدولية في القرآن. وزوجته هي فهدة علي رؤوف. إن زوجة الشيخ عبد الرحمن السديس هي ابنة عمه فاطمة بنت علي السديس، وهي زوجته الوحيدة، وجميع ما يتم تداوله حول زواجه من أخرى ما هي إلا مجرد إشاعات. كما هو أثمر من زوجته السيدة فاطمة عن 9 من الأبناء، فلم يتزوج السديس من غيرها حتى الآن. يبلغ عمر الشيخ عبد الرحمن السديس 63 من العمر، وقد ولد في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية في العام 1960. وقد يعد السديس من أهم مرتلي القرآن الكريم في الوطن العربي، كما هو يعمل خطيب وإمام للحرمين الشريفين، إذا يبث صوته السكينة والطمأنينة عند تلاوته للقرآن الكريم. إن الإمام السابق للحرم المكي في المملكة العربية السعودية هو الشيخ بندر بن عبد العزيز بن سراج بن عبد الملك، وهو من مواليد مكة المكرمة، فقد تمكن من حفظ القرآن الكريم منذ صغره، ثم التحق في جامعة أم القرى وتمكن من دراسة العلوم الشرعية وإتمام درجة الماجستير. وفي عام 1404 هجريا صدر توجيه بتعيين السديس إماما وخطيبا في المسجد الحرام، وباشر عمله في شهر شعبان من العام نفسه في صلاة العصر، وكانت أول خطبة له في شهر رمضان. وقدم برامج في رمضان على قناة السعودية
السعودية وهو برنامج صور في الحرم المكي الشريف. ونال السديس جائزة الشخصية الإسلامية العالمية الممنوحة له من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. امتدح إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب. وقال السديس في لقاء مع الإخبارية السعودية أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيسين سلمان بن عبد العزيز ودونالد ترامب هما قطبا التأثير في العالم ويقودانه إلى الإسلام على حد تعبيره. وأثار هذا التصريح من الشيخ جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر مغردون أن حديث السديس يعد جريمة بحق الشعوب التي فقدت الآلاف من أبنائها ودمرت منازلها وفقدت الأمن فيها بسبب الاحتلال الأمريكي أو مشاركتها الولايات المتحدة بطائراتها في تلك الدول. ونال السديس درجة الماجستير في أصول الفقه من كلية الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم نال درجة الدكتوراه عام 1995 ميلاديا من كلية الشرعية بجامعة أم القرى بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع رسالة عن رسالته الموسومة الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل دراسة وتحقيق، وكان ذلك عام 1416 هجريا. وقد أشرف على الرسالة الأستاذ أحمد فهمي وناقشها دكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والدكتور علي بن عباس الحكمي رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى إنتاج المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدمة العزالي، كما حصل مؤخرا على درجة الأستاذية البروفيسور في تخصص أصول الفقه من جامعة القرى، ودرس في جامعة الملك سعود وجامعة أم القرى، ويعمل إمام وفقيه وأستاذ جامعي. ولد 10 فبراير 1960 يبلغ من العمر 63 عاما. وعبد الرحمن السديس أحد أشهر مرتلي القرآن الكريم في الوطن العربي، ويتميز ترتيله بالعزوبة والخشوع مع إتقانه لعلوم التجويد، وقد أعطاه الله تعالى صوت يتقشعر له الأبدان وتخشع له الأفئدة. ومن خلال مقالنا عرفنا من هو محمد السديس، خطيب الحرم المكي الشريف ورئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وأحد أشهر قراء القرآن الكريم، وهو يحمل الجنسية السعودية وولد في مدينة القصيم، ومتزوج من فهد علي رؤوف وهي ابنة عمه فاطمة بنت علي السديس، ورزق منها ب9 أبناء فلم يتزوج السديس غيرها مثلما نشر البعض ذلك. اللهم احفظ الشيخ عبد الرحمن السديس واحميه. والشيخ عبد الرحمن السديس قد معروف بشهرته الواسعة في تلاوة القرآن الكريم بصوته العذب، حيث أنه الجميع يتقشعر له الأبدان حينما يسمع صوت الشيخ عبد الرحمن السديس المعروف في الوطن العربي والعالم بأكمله، حيث أنه ولد في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية الباكرية، ويعرفه الجميع بتلاوته للقرآن الكريم، حيث قال الكثير أن الله أعطاه صوت رائع يتلو به القرآن الكريم بصوته العطر، قدرته على الخطابة أمام الملايين الناس، فهو صاحب الفكر الدعوي المستنير. ويعد السديس أشهر الشخصيات في الوطن العربي.